اهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم جبت لكم حلقه جديده من مسلسلكم الشيق حوريه او غولبيري. كنتمنى انكم تبقاو حتى الاخير باش تشاهدوا تفاصيل هاد الاحداث كلها. فاول حلقه غادي نشوفوا المحامي كريم هنايا اللي كان كيتصل بالزوجه ديالو، وهنايا كان باش يعني يخبرها على انه ما كاينش في اسطنبول. وهنايا غادي تقول له ما قلتيش لي بلي راك غادي، اللي قلتي لي بلي راه سالات القضيه. قال لها راه مازال كان عندي واحد الشغل راني ما ساليش باش نقول لك. وهي هنا غادي تكون بدات كتشك فيه. من بعد غادي نرجعوا غادي نمشيو نشوفوا امجد هنايا اللي غادي يمشي لعند واحد الشخص، وهنايا غادي يمشي لعنده الغرض باش انه ياخذ منه المخدرات. غادي نشوفوا على انهم غادي ياخذوا من عنده وغادي يديرهم في الحقيبه ديالو. غادي يمشي يعني من ديك المقهى وهو هز هذوك المخدرات يعني في ديك الحقيبه. ومن بعد غادي نمشيو لمشهد اخر اللي غادي نشوفوا فيه حوريه اللي غادي توصل هي والابناء ديالها يعني لديك البنايه فين ساكنين. وهنايا ملي غادي تجي غادي تلقى واحد المشكل يعني ديال هادوك يعني شي انابيب اللي يعني خسروا ويعني كاين الماء بزاف في ديك العماره. وهنا غادي نشوفوا بلي السكان غادي يبقاو كيغوتوا عليها وغادي يقولوا لها النهار اللي احتاجيناك ما لقيناكش فين كنتي. وقالت لهم بلي راه كان عندي شي شغل. قالت لهم صافي ما تخافوش انا دابا غادي ننظف كل شيء. وهنا ولادها غادي نشوفهم على انهم داخلين وهما يعني عايفين داك المكان ومن ديك الرائحه. كيقولوا لها شنو هاد الشيء شنو هاد الريحه فين غادي نعيشوا. وملي كيدخلوا حتى المنزل كيلقاو يعني هذاك الاكل اللي كانت خلاته حتى هو يعني دار ريحه في المنزل. وهنايا غادي تقول لهم بلي صافي غير حنا غادي نتعاونوا يعني وغادي نقادوا هادشي كامل. ولكن هنا حسن غادي يقول لها سيري قادي هذاك الشيء انت هي البواب هنا ماشي حنايا ما تعوليش علينا. صافي غادي تبغي تمشي. وهنايا غادي نشوفوا بلي ماجد ولدها غادي يكون جاه الجوع وغادي يقول لها بلي بغى ياكل. وهنا غادي تقول لها وكاينه واحد الاكله عزيزه عليك المفضله. وانا ملي كيشوف خوه تيقول لها لا راه ما بقيتش كناكلها ولكن واحد شويه غادي يقول لها صافي انا غادي ناكلها. ومن بعد غادي نمشيو لمشهد اخر اللي غادي نشوفوا فيه هنايا يعقوب اللي كان كيستعد هو والابن ديالو باش انهم يمشيو لاسطنبول. ولكن هنا غادي نشوفوا غادي يجي عندهم مفتش ديال الشرطه وغادي يقول لهم بلي حنا بغيناكم معنا. من بعد ملي غادي نشوفوا غادي يمشيو هنا غادي يكون كريم هو اللي يقدم واحد البلاغ باش يشكي على يعني يشتكي على بسبب حوريه. هنايا قال لهم بلي يعقوب راه ضرب حوريه. وهنايا غادي يبقى يقول له يعقوب واش نتايا عندك شي دليل، واش عندك شي شهود جيب لنا هاد الشهود هادو اللي شافوني بلي انا ضربتها. وهنايا غادي نمشيو ونرجعوا لعند هنايا حوريه. غادي يمشي عندها الابن ديالها غادي يقول لها بلي الهاتف ديالك راه كيصوني من قبيله. وهنا غادي نعرفوا بلي كريم هو اللي كان كيصوني يعني باش هي تقدم الشكايه ديالها قدام القاضي. ومن بعد هنايا غادي نشوفوها ملي غادي تجاوبوا. وهنايا مع الابن ديالها كان كيشوف فيها حسن وغادي يقول لها انايا راني غادي نعلي الصوت بغيتك باش تكلمي وتقولي على يعني على يعقوب كيفاش تضربك. انا غادي نشوفوا على ان غتقول له انا راني ما مسالياش وراني ما غادي نشتكي على حتى شي واحد وصافي يعني كتقطع عليه. وهنايا كيقول له يعقوب ايوا شفتي ها انت شتي هذيك راه الكنه ديالي وانا عارف اشنو كاين وتا هي راه عارفه مصلحتها فين كاينه. وهنا زعما تيقول له بلا ما تبقى كتدخل بيناتنا من الاحسن تمشي ترتاح يعني وتديها يعني غير في راسك. من بعد غادي نشوفوا هنايا هي كترجع للعمل. وهنا حسن غادي نشوفوا على انه غادي يمشي يهز الهاتف ديال الام ديالو وكيدير فيه الشريحه ديالو. وهنايا غادي يتصل بالعم ديالو بحسن بامجد. وهنايا غادي يقول له واش انت قربتوا توصلوا. غادي يقول له صافي راه حنايا قربنا نوصلوا ولكن ملي غادي نجيو غادي نقول لك يعني غادي نتصل بك وغادي نقول لك اشنو كاين. قال لهم صافي ما تحاولوا ما تاخروش ملي توصلوا يعني اتصلوا بيا. وهنا غادي نشوفوا على انه غادي يحط هذاك الهاتف ديالو. ومن بعد غادي نشوفوا على انه غادي يقول المجد باللي هو غادي يخرج. وهنايا غادي نشوفوا وحده من يعني من دوك السكان اللي في ديك العماره كتجي وكتبقى كتوبخ في حوريه كتبقى تقول لها يعني ما درتيش الخدمه ديالك مزيان وانا راني غادي نقص لك هادشي من المصروف ديالك.
يعني واخا غادي يكون حسن دايز وغادي يسمع هذاك الكلام ولكن ما غيتعش فيها. من بعد هنا غادي نشوفوا ماجد اللي كيجي عند بدريه وكيجي كيقول لها بلي راه ما كاينش خويا حسن وراه ما كايناش حتى ماما. وهنايا غتنوض بدريه وتقول له ما تبقاش تقول لها هذيك ماما، هذيك راها ماشي ماما. ومن بعد غادي نشوفوا على انه غيمشي يجلس حداها ويقول لها شوفي انا كنت كنكتب لها الرسائل بزاف وهي راها ملي مشيت عندها قالت لي بلي راه قراتهم ولقيتها بلي راه حافظاهم، هي راها كتبغينا كل ما كانتش كتبغينا ما غاديش تقرا الرسائل ديالي. من بعد هي كتبقى كتبكي بزاف وكيمشي لعندها كيقول لها صافي اختي بلا ما تبقاي تبكي. وهنا غادي يمشي يهز واحد الكتاب ويبقى كيقراه وغادي تجي حوريه وغتقول له اشنو كدير؟ قال لها راه لقيت عندك بزاف ديال الكتوبه وانا راني هزيت واحد الكتاب نقراه. قالت له راني كنت كنوجدهم على حساب هذا النهار باش نبقى نجلس انا وياك ونبقى نقراو انا وياك هاد الكتب حيت انا عارفك بلي انت عزيز عليك الكتب. وهنايا كتجي كتبغي غير تلمسو في يديه ولكن هو ما تيخليهاش، يعني تيبعد عليها. ويعني كنشوفوا بلي حوريه كتبقى غير مصدومه يعني من هذا الشيء. من هنايا غادي تسولو غادي تقول له فين هو خوك. هنا غادي يقول لها بلي راه خرج. وهنا غادي نشوفها لكنها كتخلع بزاف. من بعد غادي نشوفوا حسن اللي كان كيتجول تما في الحديقه. وهنايا غادي تكون بنت هذاك المحامي كريم كانت هنايا كتستمع الموسيقى وكانت كتغني بواحد الصوت اللي مرتفع بزاف. وهنا غادي نشوفوا على انه غادي يجي يحيد لها هذوك السماعات وغادي يقول لها بلي راه الصوت ديالها راه خايب بزاف، غادي يقول لها راه صدعتيني. وهنا غادي تقول له ماشي شغلك وكتعاود ترجع السماعات وكتبقى كتغني وكتغوت واحد شويه يعني كيبقى كيضحك عليها. وهنايا غادي تقول له اسمح لي انا عارفه راسي انني برصتك. ومن بعد غادي نشوفوا على انهم غادي يبقاو كيتعرفوا على بعضياتهم. وغادي تقول له واش انت ساكن هنايا؟ غادي يقول لها راني غير قريب هنايا. وحتى هي غادي تقول له فين ساكنه، يعني كيبقاو كيتعرفوا على بعضياتهم. من بعد هنايا غادي نشوفوا بدريه اللي كتجي حوريه كتجي كتجري عند بدريه كتقول لها فين هو خوك فين مشى واش قال لك فين مشى؟ قالت لها ومن بعد واخا يخرج هو راه مولف كيخرج وما كاينش اللي كيشدو ولا كيقول ليه شي حاجه. قالت لها شوفي راه حنايا ماشي في البلده، راه حنايا راه اسطنبول راه كبيره بزاف وما خصوش يبقى يعاود يخرج يعني بوحدو بلا ما يقول حتى شي حاجه. وصافي هنايا غادي نشوفوا المحامي كريم كيتصل بالبنت ديالو غادي يقول لها بلي انا جاي ودابا بغيت نتلاقاك في الدار. هي قالت له صافي انا راني قريبه انا غادي نجي دابا. وهنا كتقول الحسن بلي صافي هي بغات تمشي. هنا غادي يقول لها صافي انا غادي نوصلك للمنزل ديالك. قالت لي صافي ممكن. وغادي نشوفوهم كانوا غاديين بجوج. وهنايا كانت حوريه خارجه اللي كتقلب عليه. ومن بعد غادي يبان لها وغادي تمشي لعنده كتعيط عليه حسن حسن. وهنايا غتقول له البنت واش هذه الام ديالك؟ غادي يقول لها لا ماشي الام ديالي، هذه غير البوابه ديال العماره ديالنا. هو يقول لها واش الام ديالي هي اللي قالت لك باش تجي يعني تقلبي عليا؟ وهي صافي مسكينه ما عرفات ما تقول له هو يقول لها صافي غير قولي لها بلا ما تقلب عليا وبلا ما تشوش انا راني شويه وغادي نرجع. من بعد غادي نشوفوا على ان حسن غادي يمشي يكمل الطريق وغادي يوصل هذيك البنت ديال المحامي للمنزل ديالها. وهنايا غادي نشوفوا على انها غتقول له شكرا وغادي تقول له بلي كنتمنى نتلاقاو انا وياك مره اخرى. ويعني كنشوفها على انها عاجبها الحال وكانت سعيده يعني بداك اللقاء. ومن بعد غنشوفها كانت يعني لا غادي تدخل المنزل ولكن هنايا غادي يجي المحامي كريم. وهنايا غادي يعني يعيط عليها كدور لعندو. وهنايا كتقول له نتايا بلي واحد الاب اللي ما كاينش بحالك ويعني وكتبقى كتكلم مع الاب ديالها. من بعد كنرجعوا نشوفوا هنايا جاد بعد ما هزاتو الام ديالو يعني داتو للسرير. وهنا كيبقى يعني كيحلم وكيبقى يقول نادي على الام ديالو. وهنا كتبقى تقول له انا معاك ما تخافش انا غير حداك. من بعد غادي تمشي لعند بدريه اللي غادي تبغي تقيسها ولكن غتنوض تبقى تقول ما تقيسنيش ما تقيسنيش. وغادي تقول لها ما تخافيش انا راني غير ماماك. انا غتقول لها حتى نتيا ما تقيسينيش ما تعاوديش تقيسيني ما بغيت حتى شي واحد يقيسني. يعني هي غتشوش عليها وغتبقى تشك. من بعد هنا غتشوفوا باللي جا الصباح وحوريه كانت وجدت لهم الفطور كاملين. وهنايا جاد غادي يفيق ويمشي كيجري يعني المائده ديال الافطار غيكون عاجبو الحال. وغادي تقول له فقتي انا غتقول له انا راني وجدت لكم كاع داكشي اللي كتحتاجوا كاع داكشي اللي كتبغيو. من بعد غادي نشوفوا حوريه على بدريه كتفيق حتى هي من الناس وكتقول لها صباح الخير ولكن هي ما كتجاوبهاش يعني ما كتبغيش تجاوب معاها.
وهنايا غادي نشوفوها كتمشي لعند حسن وكتقول له خاصك تفيق حتى نتايا. قال لها علاش مفيقاني في هذا الوقت، شنو بغيتيني؟ هنا غادي تقول له راه صافي راه خصكم تعودوا، راه حيت قريبه لكم المدرسه، تبقاو تفيقوا بكري. من بعد كنشوفوا على انها كتجيب لهم هواتف. هنا غتقول لهم هاد الهواتف راه ماشي بحال اللي كانوا عندكم، ولكن حتى هادو راه غادي يقضيو، يعني غير قضيو بهم على ما تيسر لينا الامور. انا غادي يقول لها اشنو هادشي جايبه لنا. وهنايا غادي يقول لها باش غادي نصرفوا، وغادي يطلب من عندها حتى الفلوس. غادي يقول لها انا راني محتاج شي فلوس، خاصني الفلوس ضروري. هنا غادي تقول لهم غير ديبانيو راسكم، حاولوا تصبروا هاد الايامات. وهنا بقات كتحط لهم الفطور، قالت لهم انا راه وجدت لكم الاكل، بين ما نجي انا راني خاصني نمشي للعمل ديالي. وهنايا ماجد غادي يقول لها واش انت غادي تمشي وتخلينا، ما غاديش تجلسي معنا هاد النهار كامل؟ هنا حسن غادي يقول لي هي راها عامين هادي وهي راها ميته، ماشي دابا عاد غادي تبان. من بعد غادي نشوفوا بلي حوريه غادي تمشي تدخل وغادي تجيب له الفلوس، وغادي تقول له هاد الفلوس هادو خصك تدبر راسك بهم الاسبوع كامل. وقال لها كيفاش هاد الفلوس رانا كنت كنخسرهم غير في نهار. قالت له صافي مهم نتايا خاصك تحاول دابا هادشي اللي كاين هاد الساعه. من بعد غنشوفوا على انها كتمشي كتهز داك الفستان اللي كانت كتخدم فيه وغادي تمشي وتديه. ومن بعد غادي نشوفوا بدريه بعد ما كتحل الهاتف ديالها كتشغلو، من بعد كيجيوها بزاف ديال الرسائل. وهنا غادي نشوفوا على انها كتمشي تدخل الغرفه ديالها وكتلقى بلي علي هو اللي كيتصل بها. وهنا كيبقى كيقول لها يعني في الرسائل راه واخا مشيتي هربتي لاسطنبول راني غادي نتبعك، ما غاديش نخليك على راحتك.